السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني أوي، أوي، أوي. إن شاء الله النهارده زي ما إحنا بقى لنا فترة متعودين تتوالى مع بعض كده أو ورا بعض يعني فيديوهات التوفير بتاعتنا اللي إحنا بنعملها، فيديوهات التخزين، فيديوهات حاجات لرمضان. قُلنا كذا مرّة هنوفّر في البيت، الحاجة عادت غالية أوي، لازم نوفّر على قد ما نقدر ونساعد بعضنا كده جوّه البيت، ما نصرفش فلوس كتير على الأرض بحاجات إحنا ممكن نعملها في البيت، يعني إيه، هتقعد معانا فترة كبيرة. وهتبقى بمبلغ بسيط إن شاء الله. بُصّوا بقى إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الفول الزبدة اللي أنتم شايفينه ده، تسوية أقل، وفي وقت قصير جدًا هتسويه، مش هنقعد بقى نسويه 5، 7، 8، 9 ساعات كده، لأ بالضبط ساعتين على النار وهيطلع زي الزبدة زي ما أنتم شايفينه. الأول هنجيب الفول البلدي ده ما شاء الله حلو جدًا ودلوقتي سعره مش عالي، يعني ب35 جنيه الكيلو، بالنسبة للأسعار الموجودة فهو سعره مش عالي يعني، 35 جنيه الكيلو حلو أوي، هيعمل لنا كمية وفيرة أوي، أوي، أوي. هنجيبه وننقيه ونشيل منه أي حاجة وحشة كده، وهنشطفه شطفتين 3 كويسين، وهنروح غاسلينه زي ما قُلت لكم، وهننقعه بقى من بالليل لحد الصبح، يعني هتنقعيه حوالي مثلًا من 7 أو 8 ساعات. يعني أنا عملته من بالليل، قُمت الصبح علّقت عليه، أنتِ ممكن تعمليه الصبح وتخلّصي اللي وراكِ في الشقة ومش عارفة إيه، والغدا والكلام ده، وممكن تعلّقي عليه بقى وأنتِ قاعدة بعد الغدا كده، لإنه ما بياخدش وقت على النار خالص، هياخد مننا وقت بسيط جدًا. أنا هنا بقى كنت خلّصته ونقعته أهو، وسايبة له مَيّة كبيرة زي ما أنتم شايفة كده، سايبة له طبعًا من حلة يعني مَيّة كتير لإنه هيشرب المَيّة، وهننقعه بقى. أنا عملته بالليل لحد الصبح. أو من الصبح لحد الضهر، لحد العصر، المهم ما يقلّش عن 7، 8 ساعات من النقع في المَيّة، علشان يبقى معانا سهل التسوية على النار. شوفوا أنا هنا كنت خلاص بقى جيت عشان أعمله أسويه على النار، عدّى معايا 8 ساعات وشايفين ارتفع إزاي، وما شاء الله الفولية بقبقت كده وبقلِلت مننا وتختخت يعني، لإن ناقعينه وهو نضيف إزاي ما شاء الله، والفولة كان جميلة جدًا. أنتِ أصلًا لو مسكتِ الفولة دلوقتي وعملتيها كده بإيديكِ هتلاقيها بتتفتح معاكِ، ده يدل على إنه النقع بتاعه كان كويس، والوقت كمان بتاع النقع كمان كان كافي إن هو ما ياخدش معانا وقت كبير على النار. الناس اللي ممكن تشتكي إنه هياخد غاز كتير والأنبوبة هتفضى ومش عارفة إيه، لأ طبعًا خالص، هتشوفي دلوقتي بالضبط أخد معايا مدة قليلة جدًا في أي مدة تسوية، وطالع معايا زبدة وزي العسل، وهي بمعلقة واحدة بس هيطلع معاه باللون اللي أنتم شايفينه وبالطعم الحكاية اللي أنتم هتدوقوه لمّا تجربوه بإذن الله. وطبعًا رمضان داخل علينا، كل سنة وأنتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين. لازم نعمل الحاجات دي علشان هتروحي تجيبي كيس من الفول من المطعم ب5 جنيه، مش هيكفّي أسرة نهائي خالص، والله العظيم ما بيكفّيش الأسرة أساسًا 5 جنيه ده عشان تأكّلي أسرة عايزة لِك ولا ب10 جنيه فول بس. طبعًا مش هنقول الطعمية بإذن الله هنعملها في فيديو عن ده كمان، يعني غير ده أنا ما حبيتش أحطهم مع بعض، عشان يبقى لو بحثتوا على فيديو الفول المدمس إزاي تلاقوه، وإن شاء الله هاعمل معاكم الطعمية قريب كمان. أنا هنا كنت شطفته وجبت بقى الحلة اللي أنا هاسوي فيها على النار، دي حلة ألمونيا أو ستيل اللي عندِك، المهم تكون ألمونيا أو ستيل، وهتملي بقى المَيّة اللي أنتِ عايزاها طبعًا تكون عالية جدًا، وبعدين هتكوني مولعة النار هتحطيها على النار. هنيجي بقى لنقطة مهمة جدًا أنا كنت عملتها معاكم قبل كده في الغطا بتاع الحلة. غطا الحلة فيه إيد كده أو المكبس بتاع غطا الحلة من فوق، أو اللي أنتِ بتشيلي منها الغطا الحلة فكيها، يعني فكي الإيد بتاعة غطا الحلة من فوق كده، علشان الثقب أو الفتحة اللي بيخش فيها المسمار اللي بيربط الممسك بتاع الحلة اللي هو ده، أنا عايزة الفتحة دي تكون مفتوحة بالطريقة دي، وهنعرف مع بعض ليه دلوقتي. أنا سايباها مفتوحة أهي، يعني شِلت المقبض اللي أنا باشيل منه وسايبة الفتحة دي. ليه سايباها يا أميرة؟ هاقول لِك دلوقتي سايباها ليه. الأول أنا كده حطيته على النار وفتحت النار عليه، هاجيب بقى الكنكة اللي أنتم شايفينها، أي كنكة عندِك أو أي براد أنتِ بتشتغلي بيه يعني عندِك في المطبخ، هتمليه مَيّة وتحطيه فوق الفتحة دي. ليه هتحطيه فوق الفتحة؟ لإن الفتحة دي هيطلع منها البخار اللي جوّه الحلة، فهيسخّن لنا المَيّة. المَيّة اللي هتسخن دي هنزوّد بيها الفول لمّا نحب نزوّده، يعني لمّا نحس إن المَيّة بتاعة الفول طول ما هو بيغلي بتنقص، هنزوّده مَيّة سخنة من الكنكة اللي أنتم شايفينها دي، أو أي حاجة أنتِ حاطاها فوقيها بقى حسب ما اللي أنتِ حاطاه بقى، هتحطي كنكة، هتحطي براد، يكون فيه مَيّة سخنة، عشان ما ينفعش خالص نزوّد الفول مَيّة ساقعة، هيبوظ مننا. ده كده بقى البخار اللي طالع أهو، المفروض إن مجرد ما المَيّة بتاعة الفول
تغلي معانا، يعني دلوقتي خلاص الفول أهو غِلى معانا، أنا أهو زي ما أنتم شايفين كده، ده الفول غِلى معايا، باروح مهدية النار تمامًا عليه، باوطّيه خالص أو بتحطيه على نار هادية عندِك، على البوتاجاز أيًا كان بقى العين اللي عندِك الهادية انهيه، أول غلية من الفول هتشيليه وتحطيه على نار هادية نهائي، وترجعي تقفليه وتحطي فوقيه برضه الكنكة أو البراد بتاع المَيّة اللي أنتِ هتزوّدي بيه. ممنوع منعًا باتًا يا جماعة تحطّوا مَيّة ساقعة على الفول لو هتزوّديه، ممنوع خالص، لازم تكون مَيّة سخنة. وطبعًا عشان ما ننساش أنا باحط الكنكة دي فوق الفتحة دي، فبتسخّن لي المَيّة، المَيّة تبقى سخنة، لمّا باحب أزوّد مَيّة للفول باحط مَيّة من دي. كده معايا بُصّوا بقى شوفوا ما شاء الله اللون، ده تقريبًا كان عدّى حوالي لسه ساعة أو حوالي هنعرف دلوقتي، أنا مش فاكرة كان عدّى كام في الوقت ده، بس ممكن يبقى ساعة ونُص تقريبًا. شايفين الفولاية عاملة إزاي ما شاء الله، لونها حلو أوي، وعايزة أقول تقريبًا ده كده عدّى ساعة ونُص. من الفولة. آآ بُصّوا التسوية بتاعته تحفة، تحفة، تحفة. لو في ناس بتحبه مهري أوي ممكن تسيبه ساعتين ونُص، أنا باحبه مضبوط، يعني ما باحبوش تقيل. شايفين بقى اللي أنا حطيته ده كيس من الصلصة بما يعادل معلقة ونُص، هو تقريبًا معلقة ونُص من الصلصة لإن الكيس ما عادش كتير، ده أنا باحطه اختياري ليكِ، بس بيدّي طعم حلو أوي ولون حلو أوي للفول، وحاجة كده لأ، بيبقى مدّي حاجة كده زي الفول بتاع العربيات اللي هو أو مش هاقول لِك بتاع المطاعم، لإن بتاع المطاعم دلوقتي عادوا بيهرسوه في بعضه، وعادوا بيضربوه في الخلاط أو حاجة زي كده، لكن عربيات الفول يا جماعة اللي هي بتاعة أيام زمان دي، اللي كانت بتعدّي في الشوارع دي، بتطلّع لِك الفولة صحيحة وليها تحسّي إن في مَيّة الفول دي كنا يعني أنا والدي الله يرحمه، ربنا يرحمه يا رب هو ووالدتي، كانوا بيحبوا يشربوا المَيّة بتاعة الفول دي، كان بيبقى ليها طعم كده يعني سبحان الله بيفكّرنا كده بأيام زمان، فهي بقى لمّا باحُط أنا بقى كيس الصلصة ده بما يعادل معلقة أو معلقة ونُص من الصلصة، بتدّيني اللون اللي أنتم شايفينه على فكرة هو اللون دلوقتي اللون ده فاتح جدًا بتاع الفول، بس عشان الحلة والفول تحت مدّيكِ لون غامق، هتشوفيه دلوقتي في آخر الفيديو اللون بتاع الفول أو مَيّة الفول فاتح إزاي. حاجة كده اللهم بارك حلوة جدًا، جدًا، أخَد منّي بالضبط ساعتين على النار. أنا هنا كنت حسيت إن هو محتاج شوية كمان من التسوية، كان حوالي عدّى ساعة ونُص، سِبته نُص ساعة كمان وده كان آخر نُص ساعة وطلّعته بقى، بُصّوا ما شاء الله، الله أكبر، زبدة، 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 طريقته سهلة جدًا ما أخدش مننا وقت كبير، اللي هيجرّبه هيشوف إن هو طريقته سهلة أوي، خَد ساعتين بالضبط على النار لإن إحنا كنا أساسًا ناقعينه حوالي 8 ساعات، وده بقى التوفير في الفول عمل معايا حوالي 15 أو 16 كيس، طبعًا على قد الأكلة بتاعتِك، شوفي أنتِ أكلتِك قد إيه، بس أيًا كان هو موفّر جدًا، جدًا، جدًا في البيت، أنا باسيبه يبرد تمامًا وبعدين باعبّيه في الأكياس حسب أكلته وباعينه في الفريزر، باطلّعه قبلها بحوالي ساعة مثلًا أو لو مستعجلة باطلّع الكيس بحبّة مَيّة صغيّرين في الطاسة باحطها أو في اللي أنتِ هتعملي فيها يعني المقلاية أو أي حاجة، وسيبيه وغطّيه وهيفِك معاكِ من خلال 10 دقايق هيكون فاكِك جوّه الطاسة بتاعتِك أو المقلاية، وهيبقى كإنِّك لسه عاملاه وزي الفل. هتشوفوه دلوقتي منظره عامل إيه في الطبق، جميل جدًا ما شاء الله، الله أكبر، تحفة يا جماعة من الفيديوهات الاقتصادية اللي لازم تجربوها، شايفين بقى لون الفول، أنا نسيت أقول لكم إحنا ما صلّيناش على النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، واللهم ارحم أمواتنا جميعًا يا رب العالمين، وارحم والدي ووالدتي اللهم آمين، واللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت سبسكرايب لمطبخ أميرة وريماس وحطوا لي لايك حلو، ويا ريت تفعّلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد مننا يا جماعة. وأي حد لسه ما اشتركش أو تعرفوه ما اشتركش يا ريت يشترك عشان قناتي تكبر بيكم بإذن الله. شايفين بقى المَيّة عاملة إزاي في الطبق، فاتحة جدًا، المَيّة بتاعة الفول تحفة، والفول ملظلظ كده ومقلبص بسم الله ما شاء الله ومستوي زبدة، 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 يعني تاكليه حاف، يعني أنا كلت لي طبق من ده وأنا واقفة حاف بسم الله ما شاء الله، موفّر أوي، أوي، من فيديوهات رمضان كمان اللي لازم نعملها إن شاء الله عشان توفّر معانا السحور بقى والحاجات دي، أكيد مش كل يوم هنجيب طبق فول عشان نجيب طبق فول أو نعمل طبقين نصرف 10 جنيه، إن شاء الله الفيديو هيعجبكم بإذن الله. ولمّا تجرّبوا بالطريقة دي هننقعه من 7 ل8 ساعات وهنسويه على النار ساعتين 2 بس، مجرّد ما يغلي الفول معانا في الحلة هنوطّي عليه خالص ونغطّيه بالغطا وهنسيب الفتحة بتاعة الغطا هنحط عليها من فوق البراد بتاعِك عشان نزوّده مَيّة سخنة، ممنوع نزوّده مَيّة ساقعة نهائي، 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 وطالع معايا تحفة، 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 بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. يا ريت أي حد يجرّب الوصفة يقول لي إيه رأيه فيها وإن شاء الله هتعجبكم بطريقة سهلة جدًا وبسيطة جدًا ومش هتاخد مننا وقت خالص
وأي حد ما بيعرفش يسوي الفول إن شاء الله يطلع من الفيديو ده بيعرف يسويه، وهتبقي بروفيشنال فيه. وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم في فيديوهات جديدة بإذن الله، وإن شاء الله تكونوا بتستفادوا من الفيديوهات بتاعتنا، ومع السلامة وباي باي.